دلوقتي ده الحواوشي الاسكندراني بالسجق. اللي عايز ياكل احلى واطعم واجمل حواوشي يتابع معايا الخطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نبدا بالعجينه. دلوقتي ده نص كيلو دقيق ننزل بيه في العجان. دي معلقه خميره، ودي معلقه ملح، ودي رشه بيكنج باودر. المواد الجافه كلها مع بعضها. ودي معلقه سكر، ودي معلقه لبن بودره اختياري. ونقلب المواد الجافه مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. ودول 3 معالق زبادي. الزبادي بيبقى كويس جدا مع العجينه برضو. ودي كوبايه ميه، نحط نصها الاول لان الكوبايه كبيره ونشوف ايه. العجينه برضو شكلها عايز ميه، نديها شويه ميه كمان عشان في دقيق مختلف عن الدقيق. دلوقتي بقى نبدا ننزل بالزيت شويه شويه. دول معلقتين الزيت. ودلوقتي دي شكل العجينه ما شاء الله بقت جميله، ولازم تكون فيها التلزيقه دي. نسيبها بقى لغايه ما تضاعف حجمها. بصوا العجينه ما شاء الله عامله ازاي. ودلوقتي ده السجق. اللي عايز يقطعه انا قطعته زي ما انتم شايفين كده حتت صغيره، والباقي ضربته في الكبه. اللي عايز يقطعه كده برده هيبقى جميل جدا زي ما انا وريتكم كده. ودول بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره، وصفيتهم كويس جدا من الميه بتاعتهم. وده فلفل صفيته كويس جدا برده من الميه بتاعته. ودي التوابل بقى. عامه ده فلفل اسمر، ده توم بودره، ده بابريكا. مش هنكتر التوابل قوي، وممكن ناخد شويه ملح صغيرين بس نشوف الحوض الاول عشان هو اصلا بيبقى فيه الملح بتاعه. والعجينه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين جميله. نحط عليها رشه برضه ونبتدي نقطعها. ودلوقتي العجينه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ناخدها نفردها، نجيب رشه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب كرة من السجق. نجيب النشابه برضو نفرد على قد ما نقدر. كل ما نفرد كل ما يكون افضل. ودلوقتي هخلص بقى بقيه الكميه، وهاخد الرغيف دلوقتي عشان نسويه ان شاء الله. دلوقتي برضو نجيب شوكه نخرم الرغيف على اساس برضو نضمن ان هو استوى كويس جدا. نسيبه بقى يستوي براحته خالص. انا عملته على نار متوسطه. دلوقتي بصوا منظر الرغيف عامل ازاي. انا عملت ده على البوتاجاز من فوق
ما شاء الله عليه، شكله جميل من غير ما ندوقه لسه شكله يفتح النفس. ده دلوقتي الشكل النهائي للحواوشي بالسجق الاسكندراني، ما شاء الله عليه. مش هقول لكم بقى الريحه والجمال ايه، كفايه ان احنا بنعمل حاجه نظيفه. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.